السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم اخوكم مصطفى يوم جديد ان شاء الله حاجة في قناتكم يوميات غاية وبجي. يا جماعة بجد شهر رمضان جميل وكريم وعمال يجري وانا مقصر معاكم جدا انا عارف، ومش عارف اتواصل معاكم كتير بالفيديوهات، بس والله غصب عني الواحد بيحاول يعني يعوض ما فاته طول السنة. فإن شاء الله ربنا يتقبل منا طبعا ومنكم صالح الأعمال، وندعي للمتوفين وندعي لكل اخواتنا وحبايبنا. طيب النهارده اتكلم فيها مصطفى. النهارده انا بحاول دايما لما بنعمل فيديو او بنصور فيديو بفضل الله يكون فعلا فيديو مفيد مش مجرد حشو. بفضل الله دايما الناس بتكلمني يا مصطفى عايزين فيديوهات، عايزين. هي القصه يا جماعه مش عدد ولا كثرة الفيديوهات، هي القصة المعلومة تكون فعلا مفيدة لوجه الله، وتكون انت فعلا بتستفاد من المعلومة، وان شاء الله تدعي لنا يعني. طيب النهارده جايين في ايه بقى المعلومة اللي هنقولها يا مصطفى؟ المعلومة ان شاء الله تفيد الناس. كان عندي يا جماعة قبل رمضان كده عصفور، والعصفور ده مرة واحدة لقيته كش. العصفور ده مرة واحدة لقيته كش، وانتوا عارفين طالما العصفور كش وحط رقبته ما بين كتافه كده وركن كده وكش ومنع اكل، وابتدت حركته تقل، وابتدى العصفور يبقى شكله مش مريح ليك، والحوصله ما بياكلش وما بيتعشاش ومنع. خلاص هو انت بتبقى شايف خلاص، انت ما دام العصفور منع اكل يوم في التاني في التالت، انت بتبقى انت خلاص واخد البوادر اللي تقول العصفور ده كده خلاص، طالما مش هلحقه العصفور ده هيموت. فسبحان الملك العصفور كمان سهيت عنه. بصوا بقى انا بحكي لكم الموضوع بالتفاصيل عشان نشكر الراجل المحترم صاحب المنتج اللي انا اخدته. وانا ما اعرفش الراجل يا جماعه معرفه شخصيه، ولا عمري اشتريت منه حاجه، ولا انتوا عارفين اصلا مش من المدرسه ان انا كمان بشتري علاجات كتير او ادويه كتير، يعني انا بشتري عند الطلب بس. طيب ايه اللي حصل يا مصطفى؟ نزلت السوق يا جماعه ولقيت الراجل المحترم ده، ما الراجل ده معروف ما شاء الله، اسمه الدكتور مصطفى محمود. حتى يعني اسمه ما شاء الله جميل على اسم العالم الله يرحمه الدكتور مصطفى محمود. فسبحان الله جه في دماغي، انا كنت بتعامل مع ناس تانية كتير يعني، فجه في دماغي فرحت للراجل ده يا جماعه، قلت له انا عندي العصفور كاشش. فالراجل ما شاء الله اللي عجبني بصراحه مش موضوع بيديك علاج وخلاص، لا انت لازم تقول له الحاله ويقعد يستفسر منك عن الحاله كويس قوي. مش عايز يديك علاج وخلاص، لا الراجل بيستفسر منك على الحاله كويس جدا جدا جدا. فقال لي طب هو كاشش؟ طيب في اي مخاط او في اي سوائل في مناخيره؟ قلت له لا، بس هو كاشش ومانع اكل وكاشش. والعصفور والله لو الواحد بس الحمد لله يعني الحمد لله الواحد لو كان جات في دماغه، بس هي للاسف عدت عليها خالص الناس اقول لكم العصفور هو كاشش يعني. لان انا ما كنتش بصراحه بكلمكم بمنتهى الامانه، ما كانش عندي امل ان العصفور يرجع سليم بفضل الله. طيب هو العصفور بفضل الله عايز اقول لكم يعني الحمد لله كمان دلوقتي يعني لا قوه الا بالله، معاه نتايه والنتايه بيضه لا قوه الا بالله والبيض مخصب. فالمهم رحت قلت له كذا كذا، قال لي في كذا، قلت له لا طب في كذا. المهم الراجل عايز يستفسر بصراحه بفضل الله، قال لي طيب خد المنتج ده بفضل الله هتحط 3 نقط على لتر ميه. انتوا متخيلين قوه المنتج؟ لان الراجل اللي واضح انه ما شاء الله هو اللي بيعمل التركيبات دي. فمتخيلين يا جماعه؟ قال لي خد المنتج على لتر ميه 3 نقط. متخيلين يعني ايه لتر ميه؟ ده حاجه كتيره قوي. فخدت المنتج مش هكدب عليكم، قلت ما احنا الواحد يبقى اسمه عمل عليه عشان بس ايه، ده كائن حي وده في نفس الوقت انت حاجه روح ومتعلق متعلق في رقبتك يعني. خدت المنتج يا جماعه، وكنت بعطش بصراحه العصفور قبلها بيومين. يعني انا كنت عندي قلت هعطش العصفور قبل ما انزل، كان يوم 3 او حاجه او كان في نص الاسبوع، قلت هعطش العصفور لغايه يوم الجمعه عشان لما اجيب اي منتج حتى لو الماده الفعاله قليله بس ايه تجيب مع العصفور. خلاص يا جماعه، وبعدين المفاجاه بقى، جبت ربع المسقه ورحت حطيت عليها نص غطا. نص غطا ما حطيتش 3 سم. انا بحكي لكم يا جماعه التجربه بمنتهى اركانها كلها سواء غلط او صح. هو قال لي راجل 3 سم على اللتر، انتوا متخيلين يعني ما شاء الله الماده الفعاله قويه قد ايه. المهم يا جماعه حطيت شويه كده اللي هم من الغطا دول، هوريكم الغطا هوريكم الازازه هوريكم كل حاجه، ما تستعجلوش ما تخافوش، انا عارف ان في ناس بتسال طب ورينا، طب هوريك كل حاجه. عايز اقول لكم بفضل الله بفضل الله بفضل الله، مش بعد يومين 3، لا ده تاني يوم لقيت العصفور لا قوه الا بالله، ما كانش فيه حاجه، كان ما كانش فيه حاجه حرفيا. العصفور واقف ما شاء الله صالب عوده، واقف زي الفرس كده ما شاء الله، صدره قدامه واكل. والله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. العصفور ولا اكن كان في حاجه، ولا اكن كان في حاجه حرفيا. بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله. انا اتصلت عشان اشكره جدا الراجل المحترم الطيب ده، بس هو انا ما خدتش بالي بالرقم، ما هو اكيد رقم بس هو الراجل ما ردش لان الراجل اكيد مشغول او كان بيصلي، لان كان بعد صلاه العصر او في وقت توقيت وقت العصر كده.
والله اتصلت بيه واحنا في ايام مفترجه في رمضان ده يا جماعه، لان لازم نشكر الناس، لا من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لازم نشكر كل حد عمل معانا حسنه. هتقول لي يا مصطفى ما هو ده الطبيعي وده العادي ان هو لازم يديك حاجه منتج، يا جماعه ماشي ما قلناش حاجه، بس في الظروف. وهقول ايه بس يعني الا ما رحم ربي، طبعا في ناس الماده عندها اهم من اي حاجه، اهم من الكائن الحي الغلبان ده، فممكن يديك حاجه الاكسباير ما منتهيه الصلاحيه، حاجه مش فعاله اي حاجه كده، لا الراجل الله يبارك له والله يا جماعه. وبعدين اللي لفت انتباهي اللي هو ما شاء الله سالني هو عنده ايه وخد الحاله يعني توصيف الحاله بالظبط ان هو يعتبر كشف على العصفور. طيب يا مصطفى انت بتصور لنا العصفوره دي ليه؟ ده دي يا جماعه لا قوه الا بالله، بلاك فيس يعني زي ما انتم شايفين كده لا قوه الا بالله، صبغتها رمادي قمر، كان فيها نفس الموضوع، كان فيها نفس الموضوع. رحت معطشها وحطيت لها شويه كده صغنطتين قوي من العلاج ده لا قوه الا بالله. وبرضك بفضل الله تاني يوم لا قوه الا بالله اللي هو النهارده لقيتها لا قوه الا بالله، لا قوه الا بالله. بصوا بقى فضلات النتايه كمان سليمه ازاي بفضل الله، انا حتى سايب فضلاتها، بصوا النتايه فضلاتها سليمه ازاي، وبصوا النتايه لا قوه الا بالله، ربنا يا رب يديله كل خير الراجل ده. بصوا النتايه عامله ازاي لا قوه الا بالله، واكله وانا بصور بالليل والدنيا جميله، النتايه لا قوه الا بالله. وبعدين في حاجه نقطه مهمه برضك انا عملتها برضك، دي ممكن تكون مفيده ليك قوي لما تيجي تعالج عصفور عنده مثلا برد، عنده كشان، برضك دي مهمه جدا في طرق العلاج، لان مش كل حاجه العلاج برضك لازم تكون شاغل دماغك في الفكره. انا حطيت النتايه دي 10 دقائق او ربع ساعه في الشمس، خد بالك الشمس بتفرق جدا 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 مع علاج البرد، لان كمان الشمس بتاعت الشتاء بتبقى حنينه ورحيمه شويه بالطيور، غير شمس الصيف بتبقى محرقه شويه ممكن يموت منك. وحرفيا حصل لي قبل كده من كام سنه عصفور حطيته في الشمس في الصيف، نسيته مات الشمس حرقته مات يا عيني. فبصوا لا قوه الا بالله يا جماعه، النتايه بصوا اكن ما فيهاش حاجه، النتايه حرفيا لا قوه الا بالله. بصوا النتايه لا قوه الا بالله من يوم، يعني هي بس كل اللي خدته الجرعه بتاعت النهارده. واقول لكم مفاجاه غريبه، انا كمان حسيت ان انا كترت الجرعه لان الراجل قال لي 3 نقط على لتر ميه، فانا حطيت بقول لكم شويه صغنطتين كده يعني معيار الغطا. عملت حاجه غريبه، بقيت احط العلاج النتايه تشرب او العصفور العيان يشرب واشيل العلاج، واجي تاني يوم احط نفس العلاج، ما بغيرش المسا ولا بحط علاج جديد او ارمي الميه واحط ميه جديده فيها علاج، لا. يعني هو مثلا المفروض دايما الدكاتره او الناس اللي هي متخصصه في البيطري يقول لك ايه، حط العلاج عشان العلاج لو بات يبقى اكسباير باظ فانت تحط جرعه جديده. انا ما عملتش كده، انا خلي بالك ده ممكن يكون غلط، انا مش بقول لك ده الصح، بس انا بقول لك قد ايه بفضل الله العلاج كان فعلا فعال. فانا بقى من فرحتي يا جماعه بالموضوع والله بقول لك كل تفاصيل المنتج وعملت ايه. طيب يا مصطفى بقى، انت يا مصطفى اتكلمت كتير قوي، طب مش هتورينا حالا؟ وده يا جماعه المنتج اللي انا اشتريته. بصوا يا جماعه هي ده المنتج بشكله كده اهو بالظبط، بصوا مكتوب اهو عياده المصطفى البيطري، تمام، دكتور مصطفى محمود، والرقم اهو بتاع الواتس، الناس تخلي الرقم ده عندها عشان اي استفسار يكلموا الراجل المحترم ده. والله ما اعرفه، وانا اول مره في حياتي اتعامل معاه، بس بجد إن يعني لازم والله العظيم يا جماعه لازم بجد واحنا في ايام مفترجه ويبقى دي يعني اخلاقك يعني كراجل محترم وراجل تعرف ربنا. بصوا ده الواتس اهو، هو حاطط علامه الواتس اهي، وده الرقم براحتكم كده، سكرين شوت جميل، اي مشكله عندك اي حاله عندك تكلم الراجل على راسه وان شاء الله هرد عليك، انا والله ما اتعاملت معاه. وده اسم الصنف اهو، ماشي اهو اسم الصنف اهو، بان فلور تقريبا، انا على قد يعني على قد كده ايه نظري كده انا شايف بان فلور صح، الناس تصحح لي برضك بان فلور تقريبا. والجرعه اهو بصوا 1 سنتي واخدين بالكم 1 سنتي على قد ايه بقى؟ على لتر. انا بقى ما عملتش كده، بصوا انا شايفين الغطا ده يا جماعه، انا الغطا ده حطيت شويه من الغطا يعني مثلا ايه ربع الغطا ولا حاجه، حطيت من الازازه يعني شويه، يعني حطيت الازازه هنا شويه وربع. وبعدين ما شاء الله الراجل بقى بصراحه عنده ضمير قوي يا جماعه وامانه والله العظيم. انا الناس المحترمه دي بحب دايما اديها حقها، والله العظيم الناس المحترمه دي لازم تاخد حقها. بصوا هوريكم حاجه تركايه كده، والله التركايه دي خلتني فعلا عرفت قد ايه الراجل ده محترم. انا بقول لكم حطيت مرتين صح، وحطيت الجرعه بالويم كده وكده كروك كده بالغطا زي ما قلت لكم كده وكروك، يعني زودت بالغطا كده حطيت شويه في الغطا صح. بصوا الراجل ده عنده ضمير قوي والله العظيم، ليه وهقول لك ليه. بص الازازه زي ما هي، بص مليانه اهي، بصوا زي ما هي، بصوا حتى الحز هو مش مديها لي ناقصه، يعني هي دي اكيد جرعه او تركيبه هو بيعملها وبيعبيها في الازايز دي اكيد، يعني الكلام واضح اهو. فهو حتى مش منقصها لغايه هنا، يعني هو كان ممكن نقصها لي لغايه هنا كده، بصوا لغايه الحز ده الكرش ده هو منقص، هي البتاعه دي كانت مليانه لغايه الاخر، يعني الجرعه كانت يعني البتاعه بصوا اهي،
هي كده بصوا اكنها لسه جديده كده، فكانت مليانه لغايه الاخر. يعني واخدين بالكم كمان من التفاصيل او التركيه اللي انا بحكيها؟ يعني ماده فعاله. وكمان الازازه دي مش صغيره على فكره، الازازه دي والله ما صغيره، كبيره. والماده اللي جوه اللي هي العلاج يا جماعه بتلزق كده زيتيه كده. فانتوا متخيلين انا عايز اقول ايه؟ يعني ده حاجه متعبيه، بس هو راجل عنده ضمير، مش مثلا معبيه لغايه هنا كده وده عادي اي حد هياخدها. لا، هو دي فيها شويه حلوين هنا، انا استعملتها مرتين بقول لكم زي ما هي اهي. فانا برضك بحب اشرح التركات دي قوي والتفاصيل ده، لان انا بعشق التفاصيل يا جماعه. فانتوا متخيلين انا بحكي في ايه؟ يعني الازازه ديت، استنى بس نقفلها لكم اهو. الازازه دي انا جايبها من الراجل بكام بقى يا مصطفى؟ ب 30 جنيه. فلك ان تتخيل. مش هقول لك العصفور قيمته كام، لان العصفور يعني الحمد لله على كل شيء، حتى لو ما كانش ليا نصيب وكان توفى انا كنتش هزعل، لان هي الطيور كده والتربيه كده. العصفور كانت هو غالي عندي مبدئيا والله العصفور، واي طير بربيه غالي عندي، بس هو كان سعره غالي قوي، كان سعره غالي قوي الطائر ده. تمام. فسبحان الملك، بصوا ب 30 جنيه، انا يعتبر ما خدتش منها حاجه. بصوا يعتبر ما خدتش منها حاجه. بصوا زي ما هي اهي، بصوا زي ما هي اهي، بصوا 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 العلامه بتروح وتيجي زي ما هي. ف 30 جنيه انت متخيل تنقذ مثلا اقول لك ايه، 100 عصفور 200 عصفور. ف ندعي لبعض وربنا يبارك لكل حد محترم بيتقي الله في طيوره وبيتقي الله في شغله واكل عيشه. بص العصفوره زي الفل ازاي، بصوا. انا كنت حابب انها تتحرك برضك عشان تشوفوا ما شاء الله. ده العصفوره بصوا بصوا، العصفوره دي بالظبط من يومين ثلاثه كانت كشه كشام مش طبيعي. طبعا انت بقى تشرح له، يعني شطارتك برضك لما تيجي تتكلموا على الوصف تحاول تصور له بقى فيديو للحاله والطائر عشان يديك العلاج المناسب، لان ما شاء الله الراجل ده شكله ما شاء الله يعني دكتور محترم يعني. فمش عايز اطول اكتر من كده عشان طولت، واسف ان انا متاخر عليكم دايما في الفيديوهات، بس انتوا عارفين رمضان وسامحوني معلش. ان شاء الله رمضان يعدي ونلاقي كده كل سنه وانتم طيبين، وان شاء الله نبقى مع بعض تاني، وادعوا لنا بالتوفيق والبركه يا جماعه. ما تنسوش لو الفتح حلو في اللي جاي احسن. ما تنسوش الهوايه نوايا، ما تنسوش الهوايه نوايا دي مهمه جدا والله، مهمه على نياتكم ترزقون. كان معكم اخوكم مصطفى، ونشوفكم ان شاء الله على خير وفيديو جديد. وما تنساش لو عجبكم المحتوى تعمل اشتراك ليك واصحابك وحبايبك المهتمين بالهوايه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.